بقول له نداء إلى كل من عصى ربه ومولاه، نداء إلى كل من عق أمه وأباه، نداء إلى كل من عصى ربه ومولاه، نداء إلى كل من عق أمه وأباه. اسمع يا من تجامل امرأتك على حساب أمك وأبيك، اسمع يا من تجامل امرأتك على حساب أمك وأبيك. شيخنا كان بيقرأ من 3-4 دقائق قول ربي جل جلاله كما جاء في سورة الإسراء: وانا بقول بعلو صوتي وانا امامكم الان في حي المطرية قسما بالله العلي العظيم. ربنا قال للدنيا كلها بعد لما توحد الله، يعني بعد لما تقول لا اله الا الله، حط امك وابوك في عينيك. تاني بتقول ايه؟ بقول عندنا بلغة الشرقية ربنا قال لك بعد لما توحد الله حط امك وابوك في عينيك. جبت الكلام ده منين؟ قال الله. وخلي بالك اوعى تسمع شيخ الا اذا قال الله قال سيدنا رسول الله. ليه؟ ابن مسعود بيقول يا مفتي، يعني يا سيدنا الشيخ، تثبت قبلما ان تفتي، فانما انت توقع بالنيابة عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ارجع تاني، اسمع وخلي بالك يلي بتسمع كلام مراتك، اسمع خلي بالك يلي بتمشي كلام مراتك على امك وابوك. ودايما بقول بعلو صوتي لابناء محافظة القاهرة، بقول امك قبل ابوك. ليه؟ لان سيدنا النبي ما تصلي عليه في الصحيحين من حديث ابي هريرة، واحد زي حضرتك راح لسيدنا النبي وسأله سؤال: يا رسول الله، قال له امرني. قال له اسمع وخلي بالك، من احق الناس بحسن صحابتي؟ سيدنا النبي الاجابة قال له ايه؟ قال امك. ما تصلي عليه. فسيدنا النبي الرجل راح سأل النبي سؤال تاني نفس السؤال، قال ثم من؟ بعد امي مين اللي يجي بعده؟ قال امك. طب رقم 3 يا رسول الله. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال ابوك. انا مش هسأل حي المطرية يا شيخ محمد او عمنا الشيخ امير، انا هسأل الشعب المصري كله والمشايخ بصفة خاصة. بقول بعلو صوتي يا مشايخ ويا دعاة، استحلفكم جميعا بالله يا ابناء مصر، اسرارنا مع نسائنا ام اسرارنا مع امهاتنا؟ انا هجاوب واقول بعلو صوتي باسم محافظة الشرقية: اسرارنا مع نسائنا، انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوة الا بالله. حبيب قلبي بقول بعلو صوتي، ربنا لما قال لك وحد الله قال لك امك وابوك. جبت الكلام ده منين؟ رقم 1 سورة الاسراء رقم 23 قال الله قرآن اهو: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني بقول لك قول لا إله إلا الله، وبعدين وبالوالدين إحسانا. أمك وأبوك قال الله كما جاء في سورة النساء رقم 36: واعبدوا الله. يعني قول لا إله إلا الله. اسمع وبعديها ولا تشركوا به شيئا. اسمع وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. أمك وأبوك سورة البقرة رقم 83 قال الله جل جلاله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وبعدها على طول أمك وأبوك، أمك وأبوك وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. الزمن ده
اول ما نزل من بطن امه عارف قال ايه؟ قال اني عبد الله. ما توحد الله، عد معايا. اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. اسمع. واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. اسمع. يا من تجامل امرأتك على حساب امك وابيك. اسمع. يا من تجامل امرأتك على حساب امك وابيك. عاق الوالدين لا يقبل الله منه صلاة. عاق الوالدين لا يقبل الله منه زكاة. عاق الوالدين لا يقبل الله منه صيام رمضان. عاق الوالدين لا يقبل الله منه امرا بمعروف. عاق الوالدين لا يقبل الله منه نهيا عن منكر. عاق الوالدين لا يقبل الله منه حتى ولو حج بيت الله الحرام. دليلك قال سيدنا رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ربنا ما يقبلش منهم لا كبير ولا صغير، لا فرد ولا سنة. واحد، عاق الوالدين. كل مصيبة هتلاقي فيها عاق الوالدين. قال سيدنا رسول الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واحد، عاق الوالدين.